السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 جدا جدا. انا امير مختار. النهارده هكلمكم عن مشروعي. مشروع كده بدأته بالصدفة. يعني المشروع ده كان نفسي جدا من زمان ان انا ابدأه، بس للاسف ما كانش عندي الجرأة ولا كان عندي الشجاعة ولا كان عندي الحافز او حد يشجعني ان انا اشتغل المشروع بتاعي اللي انا نفسي فيه. طيب ايه هو المشروع اللي انا نفسي فيه او اللي انا كنت بحبه جدا؟ اللي هو مشروع الحلويات. كان نفسي جدا ان انا اعمل مشروع الحلويات. ليه؟ لان الحلويات ده يعني عشقي. كنت الاول بادئه بالتورت. يعني زمان زمان جدا كنت بعمل تورت. عملت تورت لاحتفالات مدارس، عملت تورت لاعياد ميلاد، عملت تورت لاعياد ميلاد، جواز، لخطوبه. وقفت ليه؟ ما لقيتش حد يدعمني، ما لقيتش حد يشجعني وكده. برغم ان انا لو كنت اتشجعت من اياميها كان زمان الوقت في حتة تانية. فالحمد لله، كل حاجة لما بتيجي في وقتها بتبقى كويسة وبتبقى نعمة من عند ربنا. فدايما بنقول الحمد لله ان ربنا دايما بيوفقنا للي احنا بنمشي فيه. تمام. طيب مشروعي ده بدأ ازاي؟ بدأ صدفة. انا ليا صديقة عندي او هي اختي، يعني وهي اختي بصراحة يعني. ف كل مثلا شويه تقول لي انا عايزه كيلو قرص، انا عايزه مثلا 2 كيلو قرص، اعملي لي مش عارفه ايه، اعملي لي كذا. فاقول لها طيب تمام ماشي مفيش مشكله اعمل لها. إيه، هي جابت واحدة عمتها، جابت عمتها، عمتها جابت عمتها، فبدأ المشروع من كده. طيب قلت طب اعمل ايه عشان يبقى لي صفحة؟ لان طبعا بيبقى التواصل بيني وبينها. فعملت لي جروب، نزلت اعلنت على على صفحتي على الفيس، اللي انا هبدأ مشروع للقرص. طبعا انا دلوقتي بقيت مشهورة بأميرة بتاعة القرص. ده الاسم اللي طلعوه عليا. طبعا ده القرص اللي هي شهرتني جدا جدا. فانا بدأت المشروع بتاعي القرص. دلوقتي هعمل لكم مع بعض، هنعمل مع بعض القرص الناشفة بطريقة حلوة جدا جدا، طريقة دايبة وخفيفة. كل اللي بيدوقها بيطلبها تاني وبيقول لي احنا عايزين منها، اعمل لنا منها تاني، لانها خفيفة جدا جدا وبتفكرنا بأيام زمان، ايام جدتي وايام ما كنا بنقعد نعملها مع جدتي وكده. فيلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. معلش انا طولت عليكم في البداية. معايا كيلو دقيق. تمام. هحط عليهم ايه كمان؟ طبعا الدقيق منخول، انا نخله على طول في قلب العجان. مش عندك عجان اشتغل على ايدك عادي. هحط كمان عندي هنا معلقتين كبار من السمسم، ممكن كمان شويه كده. سوري سوري. هحط كمان معلقه من التحويجه، تحويجه كحك. التحويجه دي بتيجي كده من عند خامات الحلواني، تقول له انا عايزه تحويجه كحك فهو هيجيب لك. فطبعا انا بجيب كميه علشان مثلا ايه يبقى عندي ذره من الملح او شويه من الملح. تمام كده. معايا كمان معلقه من السكر. ممكن تستغنى عن معلقه السكر دي على فكره. يعني مش مشروط ان انت تحط سكر، لان هي معلقه بس عشان تنشط الخميره. معايا كمان ظرف بودر. هو الظرف ده 16 جرام. تمام. هو بودر، ما هوش محسن ولا حاجة، بودر بس كده عادي. فالبودر ده النوعية دي بتاعته كويسة جدا جدا جدا. قبل ما تحطيه لازم تدخليه عشان لو في اي تكتلات. شايفين التكتلات بتاعة البودر؟ لان طبعا بتبقى من الركنة عندهم، او مثلا عشان هما بيجيبوا كميات، فلازم ان احنا ندخله، لان لو ما نخلتوش هيفضل كده متكتل في قلب العجين ومش هيدوب بسهولة. اول حاجة اقلب ده كده بس على الماشي. خلاص كده انا قلبته. معايا كمان المكون التاني، كوباية من السمنة. سمنة عادية خالص جدا جدا. عايزة تقدحيها اقدحيها، بس هي كده بتبقى خفيفة، ما بتتعبش اللي بياكلها. فعشان كده ده السبب. انت مثلا عايزة هتعملي كمية كبيرة وخايفة ان هي هتبوظ منك، يبقى سخنيها بس كده على البوتاجاز. مجرد اللي انت تسخنيها، يعني حاجة يعني مش كتير، يعني ما تقدحهاش قوي لدرجة ان هي تغلي، لا، مجرد بس ان هي تفك كده وتبقى دافية معاك، ان انت حتى تستحملي الحرارة بتاعت ايديك. تمام. خلاص معايا كده ايه كوباية كمان بنفس الكوباية اللي انا حاطة فيها السمنة، تحط فيها زيت. كنت بقى وصلت معايا هنا بقى، ما تنسيش بقى بالصلاة على رسول النبي وتحط اللايك. هنا بصوا بسم الله كده. كوباية من الزيت، زيت بس الزيت بتاعنا يكون نظيف، زيت ملوش ريحة، حاجة كده نظيفة. انا جايبة ازازة كبيرة بس عشان كده ما تبقاش دعاية بس. انا جايبة ازازة كبيرة اللي انا بشتغل بيها، دي مخصصة للشغل. يعني ما بدخلش بشغل البيت عشان انا ببقى عارفة معياري او اللي انا بيكفيني. مثلا
طول مدة الشغل بتاعي، لان زي ما قلت كل القرص دي ما شاء الله جدا مطلوبة جدا 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 مني. فحاجة كده خفيفة وبتنفع الأولاد بالمدارس، وخصوصا احنا في مدارس وعايزين حاجات زي دي بالنهار او حصة الصبحية كده. هما خارجين ما بيحبوش يفطروا، ممكن يفطروهم من ده مع كوباية لبن. تمام كده خلاص. هحطهم بقى في قلب العجان واضربهم. ما فيش عندك عجان بسيهم على ايدك. انا خلاص حطيتهم على العجان وهبسهم، فبسم الله كده. بس الفيشه شايفين بقى وصل الرمله ازاي؟ طبعا عشان بس انا فاصله الصوت لغايه بس ما يعمل عشان الصوت. شايفين لما بستهم بقت عامله ازاي؟ بقت كريميه خالص، يعني حاجه كريميه جدا جدا. شايفين؟ فانا طبعا خلاص ده انا كده بستها وانا عايزه القوام ده. فدلوقتي هحط بقى الميه بتاعتي. شايفين هنا بنفس الكوبايه اللي انا معايره بيها السمنة والزبدة هحط فيها المية، هعاير برضو فيها المية. معايا هنا الخميرة، أكياس الخميرة أنجل دي جميلة جدا جدا، يعني هاتوها واشتغلوا بيها وعلى ضمانتي إن شاء الله. فأنا هاخد هنا معلقة من بتاعة الأكل، يعني معلقة، أنا مش عايزة أزود. شايفين؟ معلقة من بتاعة الأكل، لأن احنا حاطين طبعا بودر. فحاجة يعني نحاول ما نزودش خميرة، لأن احنا مش عايزينها عيش، احنا عايزين قرص ناشفة تبقى جميلة جدا في البق، ما نحسش ان احنا بناكل خميرة. تمام. فأنا هحط المعلقة كده. هحط هنا عندي كوباية من المية الفترة. أنا المية لا سخنة لا سخنة قوي ولا دافية، انا عايزاها فترة. طيب فترة ليه؟ لان انا لسه هسيبها تخمر بس 10 دقايق كده، يعني العجينة ترتاح معايا. بعد كده هبدأ على ما اشتغل فيها واحشيها ومش عارفة ايه، تكون خمرت بقى، خدت راحتها في الخمر. انما لو المية دافيانة او يعني انت تحط فيها ايدك تحس بالحرارة بتاعتها، لا انا مش عايزة كده، لانها هتخمر معاكي في ساعتها. فانا لازما لو خمرت معايا في ساعتها، او اللي انا مثلا المية كانت سخنة وخمرت معايا، تحس ان انت بتاكلي عيش. فانا مش عايزه عيش، انا عايزه احس بطعم القرص، تبقى حاجه ناعمه كده دايبه في بقي. تمام. فزي ما قلت لكم كده لازم نخلي الميه تبقى فتره، يعني حاجه كده بصي بسيطه جدا، انت يعني تحس بس بالحراره بتاعتها، حاجه بسيطه جدا جدا، يعني ما تبقاش سخنه لدرجه ان انت ما تستحملهاش، ولا تبقى برضو دافيانه لدرجه ان انت برضو ايه يعني تحس بالحراره بتاعتها، لا يعني انتوا طبعا فاهمين قصدي. فاهمين؟ انا هنا خلاص دوبت الخميره في قلب الميه وهحطها كده. تمام. انا حطيت كوبايه، هحط كمان ربع كوبايه. انا هنا عارفه الدقيق بتاعي شكله ايه، فالميه دي بتختلف آه من دقيق لدقيق. في ميه، في دقيق مثلا ياخد كوبايه ونص، في ميه في ياخد مثلا كوبايتين. انا مش عايزاها تبقى قلبه بقرص طريه، انا عايزاها تبقى ناشفه. فانا بحط كوبايه وربع من الميه، وممكن تستبدل الميه بالحليب. هنا انا بس ايه شغلت العجان بتاعي اللي انا الم العجين، انا مش عايزه اعجن، انا هلم بس العجين بتاعي. شايفين هنا مجرد بس ما العجينه اتلمت معايا، انا ما عجنتش عجن اللي انا، وكمان عامله العجانه على اول سرعه، بحيث ان هي ايه ما تشدش معايا وما تعملش عرق. انا مش عايزه عرق، انا ما بعملش مخبوزات عشان يبقى لها عرق، لا انا بعمل قرص تبقى ناعمه وناشفه في نفس الوقت ودايبه. تمام. فانا كده خلاص كده لميت الميه بيها وخلاص كده. فانا هلم بقى هنزل في الكف ده وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. هنا خلاص بعد ما لميت العجين بالميه، فانا هحاول كده بس ان انا المها بايدي كده والم زوايد. معلش اللي انا طولت عليكم الفيديو، انا مبقتش عارفه اصور اي حاجه في القناه وما بقدرش ان انا حتى لو انا صورت ما بقاش عندي وقت ان انا امنتج الفيديو، فعلشان كده هنزل لكم الفيديو كده من غير الفويس اوفر. فشايفين؟ انا هلم كده بس العجين، انا مش هعجن يعني، بس لو في بس شايفه فيها بس زوايد من الميه، فانا هحاول ان انا المها كده. تمام. شايفين؟ انا مش بعجن خالص، انا بس مجرد ايه ان انا بخلط العجينه. شايفين ملمس العجينه معايا ما شاء الله عامله ازاي؟ انا عايزه بقى الملمس ده. هي الاضاءه هنا مش عارفه ظهر عندي اصفر ليه، مع ان هي اصلا مش صفرة، بس الاضاءه ظهر عندي اصفر. فشايفين ملمس العجين اهو. انا مثلا لو اخدت منها
من مثلا كورتها كده اهي، شايفين؟ لا مشققة ولا اي حاجة. انا بقى هسيبها كده بس 10 دقايق ترتاح وهقول لكم هنعمل ايه. هنا انا القرص عندي انا هحشيها عجوة، ممكن تحشيها ملبن وممكن تسيبها فاضية كده. هحط عليها، انا حاطة هنا معلقة من السمنة، هحط هنا معلقة من السمسم، وهحط نص معلقة من التحويجة. مش عايزة تحط الحاجات دي وعايزة تسيب العجوة كده عادي مفيش مشكلة، بس الحركة دي بتدي تست جميل جدا جدا للعجوة. وكمان السمنة برضو بتخلي العجوة ما تنشفش معانا. تمام. فانا هو بعد ما سبت العجينة بتاعنا ترتاح كده لمدة 10 دقايق، بدأت بقى كده اخد قطعة بقطعة واقطعها واشكلها واحشيها بالعجوة. انا هنا كان الولاد خلاص بقى كانوا وصلوا من المدرسة وقعدوا بقى يحكوا لي على يومهم وقعدوا يعملوا ايه، فما قدرتش ان انا اسجل وانا بشتغل. تمام. فانا هنا عامله لكم بقى الفويس اوفر، ولو في اي اختلاف في الصوت او كده فسامحوني بقى في المرة دي. هنا طبعا احنا هنا بنقطع العجينة على حسب. هي الطريقة دي بصراحة بتبقى سهلة بالنسبة لي، ان انا اخد حتة من العجين والفها رول وارجع اقطعها كده القطعة كده متساوية. لو في حتة مثلا اصغر من حتة باخد من الحتة التانية، يعني بحاول انا اخلي على قد ما اقدر كل القطع تبقى قد بعض. شايفين هنا زي ما انتوا شايفين كده كل القطع قد بعض. باخد كده قطعة من العجين وافردها كده لحتة كده صغيرة مدورة واحط فيها حتة من العجوة واقفل عليها حلو، بحيث ان انا لما تيجي ما نيجي مثلا نسويها ما تتفتحش مننا. بخلص كل الكمية اللي قدامي دي وبعد كده برجع ابططها وارصها في قلب الصواني. شايفين هنا بعد ما خلصت كل الكمية باخد من اول واحدة اللي انا بدأت بيها اسويها كده، بحيث ان هي لو مش مسوية اسويها كده واضغط عليها تبقى دايرة وارصها في الصواني. طيب الصواني هندهنها زيت ولا هندهنها اي حاجة؟ لا خالص مش هندهنها اي حاجة، لان طبعا القرص بيبقى فيها زيت وفيها السمنة، فالصواني مش هتلزق مننا، فالصواني مش محتاجة لا ورق زبدة ولا ندهنها زيت. هنا خلاص بعد ما قطعت الكمية، بعد ما رصصت الكمية بتاعتي كلها في الصواني بعملها بقى اي شكل كده. طيب ليه بعملها كده؟ علشان ما تتنفخش مني، لازم أنا اعمل فيها خطوط كده عشان ما تتنفخش مني. اي شكل بقى انت حابه فنيني، عايزه تعملي وش بيضحك عايزه تعملي زي ما انا بعمل كده، اي حاجه عايزه تعمليها بس 3 خطوط كده مفيش مشكله. طبعا بسيبهم في الصواني كده بس 10 دقايق كده ولا حاجه ترتاح. بعد كده بدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الاول، وبعد كده بهدي عليها في النار شويه. بعد كده شايفين طلع مستويه ومقرمشه في نفس الوقت ودايبه في نفس الوقت وخفيفه جدا جدا جدا. كل اللي بياخدها بيشكر فيها جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هنا خلاص كنت حضرت الاوردر بتاعي، حطيته في العلبه بتاعته وبحطه في شنطه كده الاول وببعته للعامله بتاعتي. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم وبألف هنا وعافيه. لو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش بقى من لايك وشير وسبسكرايب ودعوه حلوه ليا.